بعد ما صورنا الفيديو اللي هو بتاع الشرح من التابلت اللي هو الفيديو ده، وصورنا الفيديو التاني بكاميرا التليفون الفيديو ده، عايزين بقى ندمجهم مع بعض. احنا كنا دمجناهم من اللاب، انا عايز بقى ادمجهم من الاندرويد عشان كان في ناس كتير سألت ازاي احطهم اصلا من الاندرويد من التليفون يعني، وادمجهم وانا اشتغل بالتليفون او امنتج بالتليفون اطلع الشكل النهائي في الاخر اللي هو شكل الفيديو التعليمي اللي هو بالشكل ده. طيب تعالى هنعملها ازاي؟ نعملها ببرنامج، اي برنامج مونتاج عندك، كاب كات، كيم ماستر مثلا اللي موجود ده. فتعالى هنفتح كيم ماستر واوريك تعملها ازاي. وما تنساش انت معاك الايه، معانا الفيديو صورته بالتابلت، الفيديو اللي صورته بالموبايل، ومعاك كمان الصورة اللي احنا كنا جهزناها. تلاقي الفيديو بتاع الصورة ازاي تجهزها، وازاي تصور بكاميرا الموبايل، وازاي تصور شاشة التابلت. طيب تعالى ادي كام ماستر وهنفتح مشروع جديد او تنشئ مشروع جديد. هناخد المقاس الخاص باليوتيوب، هتدخل اسم المشروع مفيش مشكلة، وليكن خليها هنعمل تيست. خلاص اعمل انشاء، عملنا كده انشاء ومعنا. طيب هنعمل ايه؟ وادي المشروع الجديد الفاضي. ابدا اضيف رقم واحد. ركز بقى في الخطوات. اول حاجه هضيفها ايه، واقول لك احنا بنضيفها هنا الاول ليه. هنضيف الصوره، وما تنساش طبعا انا قايل لك الصوره موجوده فين. دي اول حاجه. هضيف الصوره اللي هي الفريم اللي هيطلع بيه الشكل. ضفت الفريم، ادي الفريم ضفناه لحد هنا كده تمام. يبقى دي كده اول خطوه انا حطيتها وهو الفريم. ارجع كده وركز معايا، ادينا رجعت. شايف هنا هتضغط طبقه، اضغط طبقه، اضغط على الوسائط. طبعا اروح اجيب فيديوهاتي، ادي الفيديو بتاع التليفون اللي انا مصوره وبشرح فيه. خلصت اقفل. اقول لك احنا بنرجع ده كله ليه. هتبدا بقى تقصه. لو هتقص منه جزء مثلا من الجزء اللي تحت، لو هنقصه ما تعملش من هنا. امال فين اقتصاص مش قص؟ هتنزل تدور عليها، تدور عليها فين؟ ادي اقتصاص، نعمل اقتصاص. اسحب من الكورنر. اديك قصيت مثلا لحد كده كويس، معقول؟ لا قصينا كويس اهو. خلصت ماشي، ارجع لحد هنا كده تمام. اسحبه في الشباك بتاعه او المكان اللي انت هتعاله فيه، صغره شويه على قدها. خليك معايا بس للاخر وهتاخد شغل زي الفل. نزلها خليتها على قدها تمام زي الفل. هتقول لي جاي على الكلام، مش مهم مش مهم، سيبها دلوقتي. المهم ان انت خليتها على قدها بالحجم ده كويس تمام. ده اول كده خلاص. سيب ده مكانه. ده الفيديو اللي انت عامله بالتليفون. ارجع واحده، ارجع من هنا كمان واحده علشان ترجع لدي اللي هي طبقه. هتضيف كمان طبقه ماشي. اضغط على الوسائط، ضغطنا على الوسائط. روح على الحاجه اللي هتجيبها. ادي الفيديو بتاع الشرح على التابلت. حلو، اقفل. انضاف على التايم لاين. ادي الفيديو خلاص كده هنحطه هنا، ولكن في جزء اسود في الجنب على اليمين وجزء اسود في الجنب على الشمال. هنعمل قص ولا اقتصاص؟ اقتصاص. فين اقتصاص؟ الاقتصاص اهي تحت تقسيم الشاشه. طبعا انا بقول لك الحاجات البسيطه بس اللي هتستخدمها ازاي تضيف الفيديوهات وتدمجها، بس مش اكتر بقى. بكام ماستر، كاب كات، اي حاجه. هتقول لي في علامه مائيه بقى انت تتصرف تشتريه. هو مدفوع، عشان تشيل العلامه المائيه مدفوعه. انا هوريك بتتعمل ازاي ماشي، لكن هتدور بقى على طريقه. لا هو بفلوسي بقى نشتري. لو هنشتري مثلا هتستخدمه بالعلامه المائيه مفيش مشكله، مضايقاك اشتري. اما في طريقه ومش طريقه، لو في حتى وانا اعرف ما ينفعش اقول. خلصت وقصيت على قدها. تقول لي ايه ده شكلها كده مش ظريف. خليك بس معايا للاخر. خلاص كده احنا ضفناهم على الصوره. يبقى انا معايا الصوره اول طبقه زي ما انت شايف كده كده. دي كده الصوره اول حاجه خالص. وبعدين بقى ايا كان مش هيفرق الاتنين، ده في طبقه لوحده وده في طبقه لوحده اهو. لا معاك كده تمام. طيب ركز لي بقى كده. هنرجع نضيف كمان طبقه. ضيف طبقه، اضغط على الوسائط، روح هات الصوره كمان مره. ادي الصوره اهي انضفت في طبقه كمان. ايوه اقفل بقى كده وارجع للمشروع بتاعك. ايات دي الصوره هنحطها فوقيهم كلهم ماشي. هتسحب من، لا انا مش هسحب من اي حته. ركز كده، سيبها مكانها بس زي ما هي. اروح كده على تحول. شايف اللي هو الاربع اسهم دول؟ اضغط تحول. ضغطت تحول، انزل لتحت. نزلت لتحت، اعمل ملء. عملت ملء، جت في الشاشه كلها مظبوط وزي الفل وغطتها. هل في حواف زياده بره؟ حواف لا، كل حاجة سليمة وزي الفل. احنا كده تمام التمام وفي السليم وكويسين. لكن ثانية واحدة، لو هنسحب تعالى كده على التايم لاين. أول حاجة وأهم حاجة، شايف الصورة بتاعتك اللي هي فوق الأولانية اللي هي أول طبقة اسحبها للآخر بقى.
يعني انت اسحبها للاخر. حاضر، الاخر فين؟ في الاخر خالص عشان تغطي الفيديوهات او الفيديو بتاعك كله. اسحب للاخر. سحبنا يا استاذ لحد الاخر خالص. خليك اسحب للاخر. طبعا انت ممكن بصوابعك تضم صوابعك. خلاص كده بقت للاخرات. عايز تساوي على قدها ساوي بالظبط، مفيش مشكله، ولكن طول كبر شويه مفيش مشكله، يعني كبرها اكبر من الفيديو شويه وهقول لك ليه دلوقتي. حلو. تعال نشوف فين بتاع الشرح بقى بتاعنا. يبقى دول كده اتنين، صح كده معانا اهو. التاني اهو، طبعينك الاتنين هتصغر المسافة يعني عشان ما نقعدش بقى نجري في التايم لاين ويكون كبير بالشكل اهو. صغرناهم زي الفل. بص بقى، اضغط على الاخيرة خالص، دي كانت اخر طبقة صح؟ اه. شدها لي عليهم كلهم. شدها عليهم كلهم بالشكل ده كده. خلاص انا شديت عليهم اهو. كده غطيتهم كلهم اه. فانت حاطط طبقة فوق وطبقة تحت. هات لي بقى من الاول اهو لحد الاخر اه. في بقى نقطة مهمة ولازم ناخد بالنا منها. ايه هي؟ ايه النقطة المهمة اللي لازم اخد بالنا منها؟ اللي هو ضبط الصوت بتاع الفيديوهين، لان الصوت مش مظبوط عليهم هما الاتنين اه. طب هنعمل فيها ايه دي بقى؟ نركز بقى في اللي جاي. لازم نظبط الصوت على الصوت، يعني صوت الفيديوهين يمشي مع بعض. طيب حلو، نعمل ازاي؟ ركز لي هنا كده. بص انت عندك هنا ادي الفيديو اللي انا ظاهر فيه مثلا، ده خلاص كده اللي انا ظاهر فيه. وادي الفيديو التاني بتاع الكتاب اللي انا الفيديو بتاع هنأخر واحد عن واحد. يعني يا استاذ تعالى كده، هنأخر مثلا بتاع كتابة التابلت ده هنأخره ورا شوية. اسحبه لورا شوية. خلاص سحبنا لورا شوية. رجع لي بقى كده فوق. فين بتاع الآية؟ ارجع. هات من الأول. ادي الأول. اسحب. تمام كده. ده الفيديو اللي انا ظاهر فيه. حلو. هنشغل واحدة واحدة كده، وعندي كلمة معينة نبدأ نقص الزيادة. مش فاهم يعني، اسمع معايا. هيبدأ يشتغل من عند البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ أقص مثلا كده. جميل. أعلم على الفيديو. علمنا على الفيديو. انزل تحت. لا، عند القص هنبدأ نقص. عند آخر واحدة تقسيم اضغط عليها. خلاص كده. الجزء اللي في الأول ده أنا مش عايزه، هحذفه. أيوه، احذف الجزء ده. خلاص حذفه. هات بقى ده كده للبداية. خلاص جبناه للبداية. شكرا، أنا جبت ده كده عند البداية بتاعتي مفيش مشكلة. تعالى بقى طلع لي ده في الأول اللي هو الخاص بالكتاب أو التابلت. طلعناهم الاتنين في نفس الخط. لو شغلت هتلاقي الصوت مش مظبوط. تمام. رجع لي بقى ده لورا شوية. مين اللي بقى في المقدمة دلوقتي؟ وهو مين؟ الكتاب. هتقول طب فين انت فين؟ ما احنا خلاص رجعناه. احنا مرجعين ده ورا، هنسويهم ببعض شوية. تعالى بقى شغل واسمع الصوت بتاع مين؟ بتاع التابلت. وعند بسم الله الرحمن الرحيم بالظبط برضه وتقطع الجزء اللي قبليها. نسمع وهو بيقول. وقفت على طول عند البداية. حلو. نعمل قص. عملت قص، انزل على الأخيرة قصيت، شيل الجزء اللي أنا مش عايزه، اعمل له عملية حذف بس. شكرا. هات بقى التابلت في البداية أهو. حلو كده. هات ده كده فيديو التليفون في البداية، سويتهم ببعض. تمام. الاتنين بقوا قصاد بعض. الاتنين خلاص على البداية. تمام زي الفل. وشغالين مع بعض. لو هتسمع هتلاقي الصوت واحد. شغالين الاتنين مع بعض. نشغل. طبعا الصوت بيقطع بس عشان الصوتين مظبوطين. طبعا مش هيطلع لك كده وانت بت بعد ما نصدر الفيديو مش هيطلع كده. هو بس عشان بيعمل لاج مثلا لو تقيل على التليفون، ولكن ظبطناه عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس في نقطة، أنا مش هسيب الصوتين الاتنين مع بعض. بمعنى، طبعا اللي صوته أفضل مش التابلت، اللي صوته أفضل هو التليفون. حلو. يبقى أنا هعلم على التابلت. حلو. طب ولما أعلم انزل هنا كده في قائمة. شايف المازج ده؟ أيوه. تعالى كده عندي دي كده ونزل على الصفر اللي هو الصوت، مستوى الصوت خليته صفر. حلو. بس كده ارجع. اصبح التابلت دلوقتي من غير صوت. هات بقى من البداية. هتسمع صوت واحد بس. مش هيبقى فيه التداخل اللي انت كنت بتسمعه، لا، هيبقى صوت واحد بس.
هو صوت التليفون طبعا ده كده لاج بسيط او تأخير بسيط، عشان لو الفيديوهين مثلا امكانيات تليفوني مثلا لو قليل بس، ولكن لما نصدر مش هيكون كده. تعالى لي بقى في الاخر الفيديو في زيادات صح؟ الزيادة دي هل هنسيبها؟ لا اهيت. علم على اول واحد حاضر، اعمل قص، عملنا قص خلاص كده، ادي تقسيم ماشي. الجزء ده هل انت عايزه؟ لا. الجزء ده لا. امال هنعمل فيه حذف. مجرد انك حذفته فانت سويتهم كلهم ببعضهم، لو بصيت بالشكل ده هتلاقيهم كلهم اتساووا ببعضهم، كل الطبقات اتساوت ببعضها زي ما انت شايف. هتشغل خلاص هيجي عند اخر حتة وهيقف. نشغل بس كده خلصنا وزي الفل. هل انت كده خلصت؟ ثانية واحدة، احنا مش هيبقى كده وبس. بعد ما تخلص بقى طلع الفيديو بتاعك، فهتضغط على العلامة اللي فوق دي وهي علامة التصدير الفيديو، اضغط عليها. ناخد بالنا بقى نختار، هل اختار 1440 ولا 700؟ اختار اللي انت عايزه، ولكن الافضل اختار 1080 اللي هو فول اتش دي، ويخلي الفريمز 30، واعمل حفظ، ادي حفظ كفيديو بس، وسيبه على ما يخلص تصدير للفيديو. كده معاك الفيديو بتاعك ركبته، ونشوف النتيجة في الآخر عاملة ازاي لما يطلع لي الفيديو كامل. طبعا التصدير ممكن ياخد معاك شوية، هنا احنا عاملين جزء بسيط كام ثانية بس. طيب لو عايز بقى ما ياخدش وقت كتير، يعني نزل الكواليتي مثلا او الدقة ل 720 كويس مفيش مشكلة، بس خلي عدد الفريمات 30 زي ما هي، ونزلها الى 720 هتكون معقولة عادي جدا، وتصدر على كده. كده تم تصدير، ادي تصدير الفيديو زي الفل. لو هنبص عليه ادي الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.